عشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية التي كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة لأربع سنوات فروا خلال المعارك الأخيرة، في حين فضل عدد منهم العودة إلى شيء من الحياة الطبيعية في منازلهم بعد إعادة فتح الطرق على رغم الركام المنتشر في كل مكان. هلا الامور اختلفت. هلا يعني هلا صارت امان، تطلع الساعه ايمد من كان تطلع مأمن على حالك، مأمن على حالك. يعني ظروف هلا المعيشه بدها شوي تدريجيا. يعني نحن هلا انحطب قلت لك هالصوب وعندي الولد كلنا بروب بلم لي كيس عم نتدفى ماشي الامور. لم يترك أحمد وزوجته وابنهما حي الشعار طوال فترة المعارك، حيث تسكن العائلة الصغيرة اليوم في منزل جيرانهم الذي يقع على بعد أمتار عن بيتها المدمر تماما. أنا هذا البيت مو إلي، يعني مو إلنا، بس نحن بيتنا انخرب، وهم يعني نحن هون جيراننا أعطونا بيتهم. بس كل ما بطلع هون على البرندة هيك بطلع يعني بزعل ببكي، يعني كثير بنقهر، يعني بقول لحالي يلا الله كريم. يعني لسه يعني بقول لحالي لا، يعني ما في لا لجت المي ولا الكهرباء، وبيتي مخروب، ايه بده يتعمر، يلا الله كريم بتعمر ان شاء الله، ان شاء الله بتعمر. ويقصد سكان الأحياء الشرقية بعض محال البقالة التي سارعت للعمل لتلبية حاجاتهم من مواد غذائية وبضائع ومستلزمات أخرى. ضرب وقصف ودمار وين ما نقدر نوقف على البسطة طاول، والبسطة فيها نوعين من الرزق، ثلاث أنواع التشكيلة بس، بقدونس ونعناع وفجل ورشاد. هلا الحمد لله أسعار كتير كويسة ورزق كله، يعني الزبونات عم تزود ما عم تنقص الحمد لله رب العالمين. وتم فتح غالبية الطرق الرئيسية في الأحياء الشرقية لحلب، ولا يزال العمل مستمرا على فتح وتنظيف كافة الطرق الفرعية أيضا، إلا أن الركام لا يزال منتشرا في شوارع عدة وأمام المنازل والمباني.